4 مساهمات و4 فرص محققة صنعها، هذه ما هي أرقام لاعب خبرة، هذه أرقام أنجيلو اليوم، اللي قرار جيسوس بتوظيفه كمحور فرق مع النصر 180 درجة. وصراحة أنا أشوف أن المحور يناسب أنجيلو أكثر، لأن أنجيلو ما هو اللاعب السريع وما هو خفيف، فوجوده كجناح كان ظالمة، لكن وجوده بعمق الملعب هنا نقطة قوته، لأنه يملك نظرة شاملة وقدرة عظيمة على حمل الكورة، وممتاز بالتصرف بالمساحات الضيقة، وتحركاته على الطرف الأيسر دائما تكون نتائجها إيجابية على الفريق، فإذا ما سجل منها يصنع فرصة محققة. ومثل ما قرار توظيف أنجيلو فرق مع النصر، فاستعادة بينتو كان له تأثير كبير. الحارس من رجع يشارك بصفة أساسية، وهو دائما يضع بصمته. اليوم صد بلنتي وصد حتى محاولة تسجيلها للمرة الثانية، وهذا اللي يميز جيسوس عن باقي المدربين صراحة، إنه مدرب جريء بقراراته، يعني ما يخشى الفشل، وطبعا هالصفة مو بدايم إيجابية. عموما أعطونا رأيكم بأنجيلو، ولا تنسون اللايك والمتابعة.